مثلا عن نظرية داروين. نظرية داروين هاي نظرية يسمونها نظرية التطور. داروين من العلماء الغرب، ولد 1809 توفي 1800 تقريبا و82. هاي نظرية داروين طبعا هي الملحدين والعلمانيين يميلون على هاي الفكرة. احنا كمواليد اهل البيت عليهم السلام، احنا كالشيعة، احنا وقع بأي خانة؟ هل يقولون علينا احنا متخلفين ام احنا متطورين؟ شوفوا احبائي، لكل واحد بهذه الحياة ان يقدم المصلحة إله. يعني كل واحد يقول انا صاحب النظرية وانا صاحب الحق. حتى الان العالم الغربي، حتى الان ترامب اللعين هو يعتبر انه المشروعية إله. انا صاحب النظرية، انا إلي الحق، بالتالي لابد يحكم هذا العالم هو واحد، انا احكم العالم. هو من جهته شنو؟ هو على حق، واحنا من جهتنا احنا على حق. من نظريتنا احنا هو على باطل، من نظريته توجه الى انه احنا على باطل. فاحنا باي محوريه، احنا باي خانه، باي زاويه. شوفوا علماء الغرب، نيوتن، اينشتاين، داروين، باقي العلماء الفلاسفه المتطورين، من ضمن نظريه التطور اللي رفضها داروين اللي هي يسموها اصل الانواع بالانتخاب الطبيعي. هذا كتابه سماه اصل الانواع بالانتخاب الطبيعي. شو يريد يضرب؟ يريد يضرب نشأة الخلق من الله تعالى. يريد يقول انتخاب الطبيعي انه التطور مو من الله تعالى. التطور هو نشأ نفسه ومن ثم تطور الى وصل الى هاي المرحله. مثلا اعطيكم مثال، يقول احنا اصلنا قروده. يقول احنا اصلنا قروده. تعرفون القروده هي الشمبازي وروبو واكو غوريلا وباقي انواع القروده. الغوريلا طبعا 99% شبه بين الانسان وهذا القرد، خصوصا بافريقيا. وحتى هو يبين صوره بكتابه انه ينطي انواع القروده، بعدين يقرب اكو قرد قريب للانسان. يقول هو هذا التطور. يعني شو يرجع الانسان الى الحيوان، الى قرد. يقول اصل الانسان هو قرد، هو مو انسان، هو قرد. من بعد تطور هذا القرد تزاوج من انواع اخرى. طبعا هو وصل الى مرحله، هو داروين. طبعا هو داروين قلنا احنا ولادته 1809 عليكم السلام. وهو كان متقاعس متكاسل، لم ينجح بالجامعه، وكان متقاعس على ابوه طبعا دكتور طبيب، ابوه طبيب وفيلسوف وشاعر. فمن بيئه علميه. داروين من بعد ما كبر شويه وصل الى الجامعه، حب الطبيعه والحيوانات والتاريخ والنشأة والتطور. طبعا هو بلندن بريطاني. اقترح انه من وافق قضيه التطور، لانه هو قبل نظريه التطور. طبعا اكو علماء يقولون داروين انه اختلفوا به جدا. جماعه قالوا انه داروين ما يقوم بنشأة التطور، وجماعه من العلماء ايش قالوا لا، انه سكت، لانه هو راح رحله تقريبا 5 سنوات
هو الكابتن الأمريكي إلى العالم، إلى الغابات، إلى الهند، إلى أفريقيا، جنوب أمريكا. طبعا هاي 5 سنوات استغرقت من 1831 ميلادي إلى 1836. 5 سنوات استغرقت رحلة داروين. راح شاف الحيوانات كيفية شلون تثرن، كيفية التزاوج، ألا أجيب حيوان من حيوان آخر من جنس إلى جنس آخر وتزاوج شنو راح يكون النشأة مالته. وصل إلى مرحلة لا أدري. بعض العلماء يتهمون بأنه نظرية التطور، بأنه نشأة الإنسان يعني نشأة الإنسان يعني حقيقة الإنسان. بعض العلماء قالوا إنه من القلب، وخصوصا الغوريلا نوع من أنواع القلب فيه 99 تشابه مع الإنسان. الغوريلا 99 تشابه بأعضاء جسده مع الإنسان. فقالوا الإنسان أصله قلب. العلمانيين والملحدين يعني هم موافقين لهذه النظرية. ليش شنو سبب أحبائي؟ سبب انهم هو يضرب وجود الخالق، ما موجود رب العالمين، فهم يريدون يضربون هاي المسألة. بعض العلماء قالوا لا، انه هذه النظرية اتهم داروين، ما قال بهاي القضية. هو صح هو الان هو راح نشأة التطور وراح سافر وعبر سنوات طويلة، ولكن هو ما تمنى هاي النظرية. وصل إلى مرحلة نهائية آخر حياته إلا أدري ما عرف. هاي من ضمن اللي هي نظرية التطور. زين، احنا كشيعة كموالين أحبائي أعزائي، كشيعة موالين وموالين البيت عليهم السلام، احنا عندنا ايها الاعزاء عندنا سلسله انبياء، وعندنا النبي الخاتم، وعندنا اهل البيت عليهم السلام اللي هم يمثلون الدين. شوفوا احبائي، اللي يمثل الدين هم فقط اهل البيت عليهم السلام، فقط أهل البيت يمثلون الدين، ما عندهم أحد يمثل الدين. ولهذا اللي يمثل الدين أو سفير الدين أو وزير مثلا أو ممثل الدين ما موجود. احنا بالوجود ما عندنا واحد يمثل الدين. احنا عندنا اللي يمثل الدين هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأنه شو النص القرآن شو يقول؟ في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هاي الآية شو يقولون المفسرين؟ يقولون هاي الآية أكثر من مرة نزلت عن النبي صلى الله عليه وآله، أكثر من مرة. ليش أكثر من مرة نزلت؟ باعتبار هذا النص القرآني أصبح لحوح على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي بعد شاف القضية أنه لا بد يكون يبلغ. وأيها الأحبة، أنه قضية التبليغ في ذلك الوقت ما هو سهل، لأنهم موجودين يعني بمثابة يعني شخصيات. عليكم السلام. تفضلوا. تفضلوا. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وآله ما ممكن يبلغ. ما ممكن يبلغ، لأنه الوضعية ما شاف النبي، الوضعية ما تسمح. أعداء موجودين، مغرورين، وناس موجودين، صحابة على مستوى صحابة، على مستوى صحابة.
على مستوى الصحابة ما وقفوا مع الإمام علي عليه السلام، على مستوى الصحابة ما وقفوا مع الإمام الحسن، على مستوى الصحابة ما وقفوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. خبر الإمام علي عليه السلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي بلغ: اليوم أكملت شنو؟ بعد شوف، أكملت وأتممت، هذا النص ما قال أكملت فقط، أكملت وأتممت. والإكمال يختلف عن الإتمام. الإكمال ممكن الإنسان يكمل، يقول أكمل هاي المسافة، كمل، ممكن يكمل، ولكن بعد ما لزق اللفظة الأخرى الثانية وهي الإتمام، يعني هاي الخاتمة. بما كمل وتم الدين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. شوفوا الإمام الجواد سلام الله عليه شو يقول. إحنا الآن التطور بين الحقيقة والوهم، بين الحقيقة والخيال. وين إحنا من هذا التطور؟ اسمع شو يقول الإمام الجواد سلام الله عليه عندما يفسر النص القرآني بين موسى والخضر سلام الله عليهم جميعا. موسى الغلام شافه أنه عنده علم، وموسى انبهر بعلمه أنه يعلم طرق السماء والأرض. إيش قال الغلام؟ قال له: يا نبي الله، هناك عالم عابد عنده علم أنت ما تمتلكه. موسى تفاجئ من هذا الكلام الغلام. قال له: وين هذا العالم؟ قال له: خلينا ناخذ متاعنا ونروح. في سورة الكهف قارينا أنتم. خذوا متاعهم وصلوا إلى هذا العالم. من هذا العالم؟ منو؟ الخضر. بس موسى ما يعرف من هذا الخضر، انه هذا الرجل العابد العالم، بس ما يعرف هذا الخضر، متنكر الاسم. وفعلا من راحوا ضمن المحاور الاربعه اللي زرفوا السفينه، واللي قتلوا الغلام، واللي قام الجدار في سوره الكهف. اذا موسى عنده علم ما يمتلك الخضر، والخضر عنده علم ما موجود عند موسى. إذا احنا نيجي على البيت عليهم السلام، شوف شو يقول الإمام الجواد سلام الله عليه، بس شوي ويا جزاكم الله خير. يقول: لو كنا، الإمام الجواد مو الإمام علي، مو الإمام علي، يعني مو أبوهم، الإمام الجواد، لو كنا في زمن موسى والخضر لعندنا من العلم، اسمعوا شوي وياي، لعندنا من العلم لا يتحمله لا موسى ولا الخضر. يعني شنو هذا من الالتفاته؟ يعني شنو من علم عند اهل البيت عليهم السلام؟ والامام علي عليه السلام يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. بينما انبياء رادوا يشوفوا رب العالمين، اني انظر اليك لن تراني. انبياء رادوا يشوفوا رب العالمين، بينما من وصل الى البيت عليهم السلام لا، ما يشوفهم، ما ادري اصلا، ما ادري شو. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هو انا هذا علميتي. الامام زين العابدين سلام الله شو يقول في دعاء ابي حمزه الطمالي؟ يقول له: الهي، لو ادخلتني النار لاخبرت اهل النار بحبي اليك. الهي لو ادخلت، يعني شلت وخليت من نص نار جهنم، لاخبرت اهل النار بحبي اليك. اهل البيت عليهم اصلا الكون كله خلق لاجل محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. ايش قد احنا عندنا ايها الاحبه في هذا الكون؟ كم كوكب؟ يقولون مليار كوكب. في وين؟ في مجرة واحدة. وبعض العلماء يقولون في هذا الكون مليار مجرة. وبعض العلماء يقول لا، اصلا ماكو عدد في هذا الكون من المجرات. فقط شوي ركزوا وياي. في هذا الكون مليار كوكب، وهاي الكواكب وين؟ في مجرة واحدة.
وفي هذا الكون كله مليار مجرة، وهذا الكون كله خلق لأجل محمد وآل محمد. احنا احبائي يقول ويبقى وجه ربك، شوفوا المفسرين، وجه الله تعالى هم محمد وآل محمد. الروايات موجودة، يعني وجه الله تعالى في الوجود هم محمد وآل، لأنه ليش؟ ألاقيت الله تعالى عنده وجه، إذا استوى ثاني جسمت الله تعالى، حددت الله تعالى، شبهت الله تعالى، فروايات موجودة. وكذلك يقول المفسر إن وجه الله تعالى ويبقى وجه ربك، وجه الله تعالى في الوجود هم محمد وآل محمد. فالكون كله يسخر لأجل محمد وآل محمد. شوفوا قميص مثلا، قميص يوسف عليه السلام، قميص يوسف من أين قميص يوسف؟ من يعقوب النبي أبوه. يعقوب من أين؟ من إسحاق. إسحاق من أين؟ من إبراهيم. إبراهيم من وين؟ من جبرائيل. نار ينكتم من ضرب من الجميع، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وجه جبرائيل لبس القميص لإبراهيم عليه السلام، فحمد منين؟ من النار. وحمد الأنبياء إسحاق يعقوب إلى يوسف عليه السلام. من وين يعني شلون حمد يوسف عليه السلام؟ من بني المآزر. أولا حمدته من بير في غيابة الجب، وأوحينا إليه في الجب. حمدته من وين؟ من سجن. حمدته من وين؟ من زليخة زوجة العزيز. حمدته من وين؟ من إخوانه. هذا شنو هو؟ شنو هذا؟ قميص. كيف بنا أحبائي ونحن من فاطمة، وفاطمة خلقت من الجنة. يعني هاي كلها سلسلة الأنبياء هو قميص. وإنما أكو روايات يقول فاطمة خلقت من أثمار الجنة، رواية من أسفرجل الجنة، رواية من رطب الجنة. فالجنة هي فاطمة سلام الله عليها. فالسيدة زهرة هي خلقت من الجنة من أساسها، مو يجي عليها جبرائيل، لا، من الأساس، من الرئيسي. زين، محور آخر حتى نختم أحبائي الأعزاء. في القرآن الكريم احنا نقرأ دائما هاي الآيات القرآنية حتى من المتطور. احنا المتطورين، أما الغرب المتطور. في القرآن الكريم أحبائي أعزائي موقعا في القرآن الكريم الآيات القرآنية، قالوا كم لبثتم عدد السنين؟ شو جوابهم؟ قالوا لبثنا يوما. لا مو يوم، لعله باقي، لعله نهار. فاسأل العارفين. إن يوما عند ربك شنو؟ كألف سنة مما تعدون. شوفوا، إن يوما عند ربك يعني اليوم عند رب العالمين. إحنا جداد. تخيلوا نوح عليه السلام شلع قلبه ويبني السفينة وأيام وليالي وحار وبرد. كم سنة عاش؟ أكثر من 1000. بس إحنا خلينا نقول يعني تسامحا شقد 1000. يعني عشان عند رب العالمين 24 ساعة. 24 ساعة. الآن إحنا كعمر متوازن، اللي عمره 500 شقد رب العالمين 12 ساعة نص يوم. اللي عمره 250 يوم مثلا سنة شقد 6 ساعات. اللي عمره 125 يوم 3 ساعات. الآن من يبقى 125 سنة؟ يعني يجوز بالشرق الأوسط على 1-2 صحيح؟ بس هذا مو معدل. احنا نمشي على المتعارف. ايش قد المتعارف الآن العمر؟
70 80. محمد تكليف ممكن يعمر 50 ويموت، ما يعمر محمد تكليف. 60 70 80 هو هذا المعدل متعارف، صحيح؟ يعني ايش قد عند رب العالمين؟ ساعتين الا ربع. ساعتين الا ربع. من نجي لروايات البيت عليهم السلام يقول الإمام الصادق، يقول الناس نيام إذا ماتوا، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. احنا الآن في حلم، الحلم أكثر حلم ثواني، مو صحيح؟ الآن أكثر حلم ثواني، ولكن احنا من طب الحلم بالرؤية نروح بهاي المتاعب، اخويا مات بالمقبره، انا اكل افضل الاكل، اشرب افضل مشروبات مثلا، ولكن كلها لحظات ثواني. فشوفوا يوم عند رب العالمين 24 ساعه هو بحياتنا ايش قد؟ 1000 سنه. فاحنا شوفوا حاليا بالنصب والاحتيال، ماخذ حق الناس والسرقه والظلم الموجود، احنا ما نعيش الساعه عند رب العالمين. ساعه عند رب العالمين.